ما تخاف يا وليدي، أنا ما قصد شر. أنا بدي قابل قائد الكتيبة أو الرائد منسي. السلام عليكم يا شيخ العرب. قالوا لي إن أنت بتسأل على قائد الكتيبة، بس للأسف مش موجود. أنا الرائد أحمد المنسي، أمرني. الأمر لله يا ابن الأكرمين. أنا ما هعطلك، عارف مشاغلك كتير، بس مش كيف. أنا اسمي حسان الجن. أهل سينا سموني باسم هذا زمان. وقتها كنت وليد صغير، سن ال10 سنين، ونعم الناس يا عم حسان، بطل ابن أبطال من أرض أبطال. أمرني، أقدر أساعدك إزاي؟ المساعد الله يا وليدي. أنا ما جيت طالب مساعدة، أنا جيت أساعد. مش فاهم. اسمع يا ولدي، أهل مكة أضرب شعاب، وكيف مجال العرب ما أشبه الليلة من امبارح. كنا زمان خدنا دليلة، عيننا اللي بنشوف بيها في ظلمة الغريب ما بنخطي أرض. كنا دراعنا بنشيل زادة وسلاحنا ويضرب بيها الحدة. كنا ظهرنا اللي بيحمينا بيتلم عليهم الديابة. واللي عملتوه ده محدش ينساه ولا يقدر ينكره. لو انت ما نسيته غيرك نسيه يا وليدي، ولو انت ما ناكره غيرك ناكره. مصان العشرة ورد الجميل يا وليدي. معلش يا عم حسان، انا عايزك تنسى كل اللي فات، ولو ليك حق هيرجع لكم. هذا الوقت ما وقت عتاب وحساب يا ولدي، هذا وقت حرب. جيت الحرب كل شيء بيتأجل، ما إله إلا بعض. وده يطلع مين؟ ابن أخوي. أنا شفت أبطال يا وليدي بعدد شعر راسي، من 56 67 وحرب الاستنزاف، لحد ربنا ما أكرمنا في 73. رجال الواحد يسوى فيهم تمن وذهب وما يكفي، عارفين قيمة الأرض هذه وعارفين قيمة اللي عايشين عليها. وأنا صرت راجل عجوز بتفرج على الدنيا من بعيد، عايش عيشة اللي ملمم غراضة وجاي يعجل. كيف ما شفت الدنيا شفتك، وشميت ريحة الأبطال بتوع زمان اللي وحشونا ومنتظرين ربنا يأجل بالأجل عشان نقابلهم. الصحة والعمر يا وليدي اللي سويته يقابل ربنا وراضي عنك ما إلهم لازمة. الولد هذا طول عمره شقي، لما ظهر الملاعين هذول صار يشتغل معاهم بالمصاري بالأول وصار واحد منهم. نصحناه كتير وهددناه، بس هو مستبوي ايدهم. تركناه وفوتنا امرهم لله، لا احنا قادرين عليه ولا إلنا غرض في اللي ساحرينه ومقويينه على اهله. ما حدا يا وليدي بروح للنار برجليه طول ما هي بعيدة عنه. والملاعين هدول انتقامهم صعب وعداوتهم أصعب.